بدون تأخير رح نبلش حفلتنا لليلة مع ممثل تنقل بحياته الفنية بين عدد كبير من الأدوار. كان الشرطي وكان المجرم، مرة كان الإنسان الطيب ومرة المستبد. من بداياته بالأربعينات ولغاية اليوم أعطانا عدد كبير من الشخصيات يلي الأجيال ما زالت بتتذكرها. بدأ حياته الفنية مع المخرج الياس متى، وإلى اليوم أعطينا أكثر من 2500 حلقة مسلسلات تلفزيونية، أكثر من 40 فيلم سينما، وآلاف وآلاف الساعات المدبلجة. بدي أدعي على المسرح وأكيد بشرفنا بحضوره معنا الليلة معالي وزير الشؤون الاجتماعية السيد ريشار كيومجيان. بدوري بدي أدعي فنانة تكرمت بالزمن الجميل أوورد السنة الماضية، واليوم رح تقوم بتسليم جايزة إلى شخص آخر، عملاقة الشاشة السيدة وفاء طرباي. مساء الخير. أنا من اللي ربيوا على برامج الكوميديا والدراما اللبنانية ويلي عنا كلنا نوستالجيا عليها. ميشيل تابت لا ينتمي إلى الزمن الجميل فحسب، بل ينتمي إلى الزمن العظيم للبنان، وهن جزء من تاريخ لبنان المشرف واللي بليق بالأجيال التي سوف تأتي. ميشيل تابت نائبنا ل 25 سنة، اشتغل ليلا نهارا تحصل كرامة الفنان وخلاه يعيش بكرامته، وكمان عمل هو رئيس اتحاد الفنانين. بقى كتر خيرهم. ميشيل تابت حبيب قلبي. أنا كثير اشتقت، والفنان والأديب ما بخطير، عرفتي، ما بيخرف، بضل يعطي لآخر دقيقة من عمره. أنا عندي هالجمهور هذا اللي بقيمني وبيقيم شخصيتي وبيحبني وبيحترمني، هذا رسمالي، هذا بقول له ميرسي. شكرا لكم أكيد، وألف شكر للكل أكيد، بس الشكر الكبير مع احترامي لكم للي قائم بهالعمل الجبار يلي هو الدكتور هاتشي. شكر وتحية للنائب العملاق ميشيل تابت.